السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي. المقابلة اللي تجرت بين فريق الجيش الملكي وفريق الرجاء البيضاوي، لأن المقابلة كانت فيها ندية. كانت الرجاء في الشوط الأول كانت 10 دقائق الأولى كانت لأنها متحكمة في زمام الأمور، ومن بعد 10 دقائق لأن الشوط الأول ما كانش الرجاء في المستوى ديالها اللي خاصها تلعب ودير واحد المجهود كبير باش تنتصر في هذه المقابلة هذه. لأن من بعد ما فريق الجيش الملكي لأنه استرجع القوة ديالو من بعد ما خرج ليه اللاعب ديالو اللي تصاب، واسترجع القوة ديالو وانتشر في الميدان مزيان وحاول يشد زمام الأمور وخاض المقابلة بيدو وحاول يهجم على فريق الرجاء البيضاوي. وفريق الجيش الملكي نزل بالثقل ديالو على فريق الرجاء البيضاوي في البروميير ميطا. فمن بعد 10 دقائق اللي كانت الرجاء لأن هي المميزة فيها، هي اللي بغات تماركي. ومن بعد ما خرج اللاعب ديال فريق الجيش الملكي، حاولت الجيش الملكي خدت التوازن ديالها. والرجاء لان من بعد ما بغى ضغط عليها فريق الجيش الملكي داك الضغط القوي، لانه كتحاول تبني من الخلف، لان الرجاء كنعرفوها كتحاول تبني العمليات من الخلف ديالها وتخرج بالكره من امام الحارس الزنيتي. وداك الدفاع المتاخر لانه ما جاش صالح الرجاء البيضاوي لان باش تمتص داك الهجوم ديال الفريق الجيش الملكي، لان صعيب عليك لما كانش عندك واحد مدافعين مميزين، ماشي غير مدافعين يكونوا مميزين باش يقدروا يتحملوا الضغط ويخرجوا الكره من تما، ويوقع داك الكونتراتاك اللي خاصو يكون باش تقدر تماركي الكره. وهذا الشيء اللي ما وقعش لفريق الرجاء البيضاوي، تحملت ولو لان المدرب ديال فريق الرجاء البيضاوي انه عبد الصادق كيقول لهم خرجوا تلعبوا الكره، ماشي تبقاو تحمل اما حملي لي الضغط حدا المرمى، لان صعيب لان تبقاو دايرين الدفاع المتاخر. وبقى يطلب منهم يخرجوا يلعبوا الكره. بروميير ميطال لانها بقات غاده بهذه الوتيره هذه، لان الرجاء اللي متحمله هذا الضغط هذا الى اخر الشوط الاول، لان الشوط الاول انتهى باصابه لصفر لصالح فريق الجيش الملكي. والاصابه لانها جات من مزدوج الخطا بين بالعمري وبين الحارس الزنيتي. ولكن بالعمري لانه ارتكب شي 5 ولا 6 ديال الاخطاء، لانك لاعب محترف كيلعب فريق الرجاء البيضاوي، لاعب ديال المنتخب الوطني، اشنو استرجع اللياقه ديالو ولا باقي ما استرجعش اللياقه ديالو من العمليه؟ هذا كيبقى السؤال. لأن اللعابة خاصو يكون اللي داخل الميدان يكون موجود. أما باش ترتكبوا دوك الأخطاء ونقدروا نقولوا يلا راجع من الإصابة ولا من العملية، لأن هذه مقابلة كانت مصيرية بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي. وهذا الخطأ كان مزدوج لأن الكرة دازت من قدامه وزنيتي بعد ما يردها تخرج، لأنه ردها دخلت المرمى. وهذا البيت لا غبار عليه، لان من بعد الاستشاره وداك سميتو لان البيت لانه كاين لان الكره زوزت بالكامل الخط المرمى، وكان الاصابه الاولى لفريق الجيش الملكي. من بعد الشوط الثاني لان اللعابه دخلوا بواحد المنطلق جديد بواحد داك الرؤيه جديده، لان من بعد التغييرات اللي دار عبد الصادق حاولوا لانهم يهجموا وتاح لهم ذلك، لان تبدلت الرجاء لا في اللعب ديالها ولا في الاسلوب ديالها وضغطوا خرجوا الكل. ومن بعد التغييرات لان حصلت على ضربه الجزاء وماركها الزرهوني، وهذه الاصابه كانت الحمد لله ردتهم في المقابله. ومن بعد لان من بعد الضغوطات وبقاو لاعبين ومحملين الكره وكيضغطوا على فريق الجيش الملكي من الاطراف ومن كل شيء، ولكن ما كاينش لي ماركي. دائما راه الرجاء ما عندهاش راس الحربه. راه هنا كون كان راس الحربه راه بعض الكرات اللي كيكونوا كادري لانهم غادي تماركاو غادي يكون قناص غادي يماركيهم. ولكن اللي كنعرفوا الرجاء لان ما عندهاش اللي ماركي ليها، لان غير من الاطراف هما اللي كيماركيو. من بعد الهجوم المباغت ديال الفريق الرجاء البيضاوي في الدوزيام ميطا، ومن بعد داك الضغط اللي كان حدا الحارس، ومن بعد الكورنر اللي تخرج، ديك الكره اللي تخرجت
لان فاش تهز زريده مع الحارس ديال الجيش الملكي وتماركا البيت ديال فريق الرجاء البيضاوي. انا كنهضر على البيت الثاني لان الكره هنا، لان تماركات والحكم لانه قال لانه ماشي بيت، لان بعد ما استشر مع الحكم المساعد ديالو، وكان كان الحكم القرار ديالو صعب، لان زريده تزوا الحارس واليد ديالو مشات للعنق ديال الحارس ديال الجيش الملكي، لان هذا القرار كان صعب في القانون، لان كيقول لان الاحتكاك مع الحارس في المربع ديالو لانه كيتسمى خطا ديال الحارس. هذيك اصابه تلغات بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي، وكان محتاجها فريق الرجاء البيضاوي، وكان الجماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي، وكان كل الشعب الرجاوي لانه بغى هذاك البيت يكون، ولو لانهم كلهم راهم عارفين ان هذيك راه ماشي بيت. ملي غادي يريحوا ويشوفوا البيت كيفاش ماركا غادي تعرف لانه ماشي بيت، راه خطا ديال الحارس. ولكن قدر الله ما شاء فعل، لان هذيك اصابه ما كانتش اصابه، كانت خطا ديال الجول، والرجاء انتهت المقابله ديالها بواحد لواحد. وهذا الشيء اللي بغينا يكون، لان كل فريق الرجاء بداو كل لعبت بديك لا جرينتا ديالها ولعبت بالقوه ديالها من البدايه، وهجمت على فريق الجيش الملكي انما عندما تخسر اما تربح واما تخسر، وانما لا لعبت الرجاء اللعب ديالها وكنعرفوا الاسلوب ديالها غادا تنتصر فريق الرجاء البيضاوي، وما غاداش ندخل في هذه الحسابات هذه. ولكن هذه الحسابات عندها بزاف ديال الامور وبزاف ديال اسميتو، لان حتى اللعابه ديال الرجاء لان الضغوطات اللي عليهم شاردين، لانه فينا واحد الكوتش مونطال اللي قالوا غجابوه، وقالوا كاين واحد الكوتش مونطال مع فريق الرجاء البيضاوي وهو اللي غادي يحاول يكون معاهم، لان اللعابه كيبان لك كيلعبوا افراد ما كيلعبوش جماعه، وكل اخطاء كترتكب لان اخطاء يعني ماشي ديال اللعابه اللي خاصهم يكونوا في فريق الرجاء البيضاوي. كنتكلم بهذا الاسلوب انا هذا لان هذيك المشكل هذا مشكل حاصل اللعابه ديال فريق الرجاء البيضاوي، انهم كره كيشدوها كتضيع منهم، يعني في وسط الميدان ما تحكموش فيه حتى وقعوا فيه تغييرات في الشوط الثاني. والحمد لله لان النقطه احسن من والو. ولكن فريق الرجاء البيضاوي لان دابا تقريبا المصير ديالها ماشي بيديها، لان خاصها تنتصر في المقابله هنا في ملعب الزولي بمدينه الدار البيضاء باكثر من اصابه، والجيش الملكي خاصها تمشي لجنوب افريقيا وتنتصر تما ولو غير ب1-0، وهنا غتقدر تأهل فريق الرجاء البيضاوي. في هذه الحاله هذه الوحيده اللي بقات فريق الرجاء البيضاوي تنتصر وتنتظر، ولكن اكثر من اصابه، والجيش خاصها تنتصر تما باصابه على ساندونز، وكنعرفوا ساندونز لان في الملعب ديالها ما كتلعبش مزيان. الجيش الا خاضت المقابله بجديه وبقوه ديالها وفرضت الاسلوب ديالها وفرضت القوه ديالها تقدر تقدم هديه لفريق الرجاء البيضاوي. انا كنقول هديه لان الرجاء ما عندهاش حل، لان ما قدمتش لها الجيش هديه اللي انتصرت على ساندونز تما، والرجاء انتصرت هنا. لو الرجاء هنا انتصرت ب15-0 لان لما ربحتش الجيش اللي هي راه ما كاين والو. نكونوا واضحين في هذه المسائل هذه، لان ضروري هذه المقابله ديال هنا مرتبطه بالمقابله ديال جنوب افريقيا مع فريق الجيش الملكي. كنتمناو هذا السيناريو يوقع وفريق الرجاء البيضاوي تأهل الدور المقبل، لان هذا المشكل هذا مشكل حاصل فريق الرجاء البيضاوي، ما بغيناها تمشي ابعد مدى في هذه عصبه الابطال الافريقيه، وقدر الله ما شاء فعل. كنتمناو الأحسن لفريق الرجاء البيضاوي، وكنتمناو ان المكتب المسير ولا المكتب المديري ولا المنخرطين ولا برنامج ديال فريق الرجاء البيضاوي لانهم يراعيوا لهذا الفريق هذا، لان هذا الشيء اللي واقع في فريق الرجاء البيضاوي، لان خاصو حل، ما خاصوش يبقى بحال هكا. وخاص هذيك الاسم ديال الجمعيه بهذه اللغه، هذه اسم ديال الجمعيه اللي كيضرقوا وراه وكيوقعوا عده مشاكل، ما خاصهاش تبقى جمعيه. كنعاود نقولها، ما تبقاش جمعيه، تولي شركه قائمه الذات، عندها اسهم ديالها، عندها اداره ديالها، عندها مشرفين عليها، وكل شيء كيتحاسب.
اما الجمعيه كيلقاو عده ثغرات منين كيدوزوا ومنين كيوقعوا اشياء. انا ما كنتهم حتى شي واحد، ولكن الواقع واقع، لان ديك اسم الجمعيه هو اللي خالق مشكل كبير فريق الرجاء البيضاوي. ان من 2012 الى 2024 12 عام دابا باش فريق الرجاء البيضاوي وهي غارقه في هذه المشاكل هذه. كيجيو كيخلصوا شويه كيغرقوها بزاف، وكيجي وكيتوقعوا من هنا ومن هنا، والسماسره والمنخرطين والى اخره، كله كيخدم على المصالح ديالو، وكله كيخدم بطريقته، وكله كيخدم باسلوبه. والرئيس ما كاينش، المدير التقني ما كاينش، الممثل الاداري فينا طنطاوي كان يبان لنا كيغوتها بوحدو في الميادين، لان هنا فين ما كنفهموش اشنو واقع داخل فريق الرجاء البيضاوي. بالاضافه الى التباخ ديال فريق الرجاء البيضاوي، لانه تا قالوا تطرد من الاكاديميه، ما بقاش، لانه هو المسؤول على فريق الرجاء البيضاوي، على الاكل ديالها والشرب ديال فريق الرجاء البيضاوي النظام ديالها. لانه تا هو فجاه هذه 5 سنين هو خدام تا هو كذلك، لانهم طردوه. اشنو اللي وقع الله اعلم. انا ما كان برا حد لا كان خطا في حق الرجاء البيضاوي، ولا خطا في حق شي حاجه، لان ما نظنش، لانه هو تباخ كيجي يقوم بالمهام ديالو ويمشي بحاله. هذا هو اللي غادي. لا كانت شي حاجه اخرى الله اعلم اشنا هي، ما عنديش عليها شي معلومات، ولكن لانه كيقولوا انه ما خلاوش يدخل، انها تمنع من الدخول الى الاكاديميه وتطرد. هذا الشيء اللي كيخلي فريق الرجاء البيضاوي بهذه العشوائيه كتسير، لان ما عرفناش اشنو واقع داخل فريق الرجاء البيضاوي. هذا هو المشكله الكبيره. وزيدوا لان من بعد المقابله اللي تلعبت هنا بملعب الزولي، لان تجرى نهار الجمعه واحد اللقاء تواصلي، وخرجوا بقرارات، دخلت الغورفا، ودخلوا المشجعين ديال فريق الرجاء البيضاوي، لقاو واحد الكلمه تقريبا فيها ربع ساعه بالاحترام وبالتقدير ديالهم، ولانه قالوا لهم الخطوط العريضه اللي بغاو تكون كيفاش تكون فريق الرجاء البيضاوي، وخرجوا بحالهم، وقالوا لهم غادي نطبقوا هذا الشيء اللي قلتوا لنا حرفيا. ومن بعد ما خرج فكري الناطق الرسمي باسم فريق الرجاء، فاكرني ماشي فكري، فاكرني باسم فريق الرجاء البيضاوي، قال لي انه غادي يوضح اشنو وقع في الاجتماع. والرئيس كذلك قال لي انه غادي يقول اشنو كاين في الاجتماع، وغادي يناقشوا شو مع الصحافه، ويقولوا اشنو اللي وقع في داخل الاجتماع، وشنو اللي غادي يكون مستقبلا ديال فريق الرجاء البيضاوي كما اشار لي الرئيس. لان المستقبل، تحضير المستقبل ديال فريق الرجاء البيضاوي لحد الان وقع اجتماع، حضروا كل شيء مشى بحاله، كل شيء مشى. راه فريق الرجاء البيضاوي باقا هي حتى شي حاجه ما تغيرت. كنسمعوا عده استقالات كاينين في المكتب المديري ديال فريق الرجاء البيضاوي. كان اليوم كنسمعوا استقالات، غدا كنسمعوا لان ما كاينش استقالات، كنسمعوا فلان استقل، كنسمعوا لا راه ما تقبلت الاستقاله ديالو، ولا ما قدم الاستقاله ديالو. اشنو واقع؟ ما كاين ما حتى شي حاجه ما مفهومه داخل فريق الرجاء البيضاوي. بالاضافه لان واحد التصريح خرج به ابو شروال، لان قال لا ما عندوش شي علاقه بهذه الانتدابات اللي كاينين في فريق الرجاء البيضاوي، لانه هو ما مسؤولش على الانتدابات ديال فريق الرجاء البيضاوي. هو عنده مهام ديالو كيقوم بها، ما عندوش اي دخل في الانتدابات. كفينا هو المدير مديحي، لانه مدير تقني مع ايقاف التنفيذ، لان كنا كنسمعوه مدير انت التقني ديال فريق الرجاء البيضاوي. هو ما كاينش، قالوا غادي يجيبوا مدير جديد، او ما كاينش لا مدير جديد ولا مدير قديم، حتى واحد كلشي تبلوكا لي المهام اللي معطياه، والرجاء غادا بواحد العشوائيه. وفين غادا الله اعلم. كنتمنوا الرجاء تخرج من هذه الازمه هذه، تخرج من هذه المشاكل هذه، يلقاو لها حل، ترجع الى شركه. المكتب بكل احترام وتقدير يقدم الاستقاله ديالو، ودار لجنه مؤقته، وتيتم تيكل فريق الرجاء البيضاوي، وترجع الى شركه 100%، وتنتخب رئيس ومدير الفرع ديال كره القدم وفريق الرجاء البيضاوي ككل. ما غاداش تبقى بهذه العشوائيه وهذه الجمعيه. هذا الشيء كنتمنى انا، هذا كتعبير ديالي انا الشخصي، ما عندش شي واحد اي دخل فيه،
وكان هذا الشيء اللي كنتمناو الخير، ان الجماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي كما جماهير كبيره، جماهير عالميه، جماهير في انحاء العالم، فين ما مشيتي اي نقطه في العالم كتلقى الجماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي. ولكن هذا الشيء اللي واقع، فريق الرجاء البيضاوي ما كيصرش للقلب. كنتمناو يلقاو حل في اقرب وقت، وما يبقاوش غاديين بهذا النزيف هذا حتى لاخر لحظه. اخواني اخواتي، ما تنساوش تابوناو، فعلوا الجرس، ديروا اللايك باش نوصلوا لكم كل حاجه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا كما كنقول لكم دائما، كنتقبل الراي والراي الاخر، لانني انا كنتكلم بحرقه على الكره المغربيه.